في تجمع عشائري هو الأكبر من نوعه في محافظة النجف الأشرف، اجتمعت القبائل العربية الداخلة تحت لواء إمارة بني حسن لتحيي ذكرى سنوية شيخها علي محمد سلمان العباسي أمير بني حسن، لتعلن هذه العشائر ومن خلال هذه المناسبة ولاء أهالي الوطن ومساندتها للحشد الشعبي. كما كان هذا التجمع هو دعوة للمشاركة في التنظيم في صفوف الحشد الشعبي ومساندة لأبناء القوى الأمنية في تقدمها نحو الأنبار. واليوم إذ نحتفل بمناسبة مرور عام على رحيل رمز عشائر بني حسن وأميرها الأمير علي محمد، الذي كان أول المبادرين لدعم الحشد الشعبي، وانطلق تشكيل أول لواء من هذه الأرض الذي نقف عليها مؤبنين لروحه الطاهرة. إننا بهذه المناسبة نعاهد مراجعنا العظام بأن النهج الذي خطه لنا الأمير علي محمد إننا سائرون عليه. إن الثبات والإيمان بأي هدف وبأي قضية كفيل بأن يخلد الإنسان ويترك أثرا تقتفي آثاره الأجيال. حضر هذا التجمع العشائري الكبير مجموعة من الشخصيات السياسية والدينية، كما تخللته مجموعة من الكلمات لمجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع والتي دعمت من خلالها القوى الأمنية وأبناء الحشد الشعبي، وطالبت بالوقوف صفا واحدا لنصرة الحق، متخذين من ثورة الحسين عليه السلام الدروس والعبر في التضحية والفداء ونصرة المظلوم. نوجه شكرنا وامتناننا وتقديرنا العالي إلى أخواننا في القوات المسلحة الباسلة، وكذلك قوات الحشد الشعبي الظافرة التي ترابط الآن على جبهات القتال في بيجي وفي صلاح الدين وفي الرمادي أيضا. تزامن هذا الاجتماع العشائري الكبير مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ليكون درب الحسين نبراسا ينير طريق الانتصار في كل زمان ومكان. من النجف الأشرف، سناء العلي، قناة المسار الأولى.